نمشيو للكان دريج كان باي أوريدو. اللي بل المريول واللي في الجازون يسول ويجول، اللي بالكورة مهبول واللي ديما عنده ما يقول تعديله، اللي مركة واللي يستنى في الكورة تتمركة. أريدو مع الجرحين حتى الدقيقة 90. أريدو طور عالمك. 28 دقيقة نحكيو على الكان، آخر مرة نحكيو عليها قبل نهار الاثنين ما نكتشفوا نكونوا إن شاء الله الفائز والمنتخب المتوج ببطولة أفريقيا، دور نهائي باش يجمع منتخب السنغال بمنتخب المغرب، مغرب الأرض والجمهور، مغرب الحلم اللي عمره أكثر من 50 عام، مغرب. شفت الفرحة، نحكي للأولاد البارح قلت لهم ماتش كان كي تمكنت من الأخرى قصت لي الكونيكسيون، بعد البارح شفت وليد الرقراقي والفرحة الهستيرية اللي بعد اللقاء حاجة لا تصدق، الطريقة اللي عبر بها على الفرحة وليد الرقراقي. ولكن توا اللي في المغرب راهو الرقراقي من اللي كان من أكثر المدربين اللي عنده عامين يعيش في نقد كبير والناس الكل كونترو، وطالب بالسكتيوي. البارح نقرأ في العباد رجعنا لمرحلة إنه السكتيوي ميسالش، ارتاح شوية مازال بكري، الرقراقي راهو باش يقعد معنا. والسكتيوي من اللي كان المرشح الأول مهما العمل كان خسر حتى فينال بلانتيات، توا الرقراقي باللي تكلموا وبالفينال متاعه قال لك حتى ذا في حد ذاته يزي، رغم اللي هما مقتنعين شويه اللي من داخل صعيب ياسر تتفكرهم من المغرب معنا. نتمنى هذا منتخب عربي ان شاء الله يفرحوا الاشقاء المغاربه، وللامانه مش تعدى وكهو، معناها كاميرون ونيجيريا عطاو درس نتاع كوره نتاع انضباط يتقرر. ما شكون قال الكلمه اللي عملته المغرب مع الكاميرون ومع عملاق اسمه نيجيريا، دونك يستحق كل خير وان شاء الله بالتتويج المنتخب المغربي. باش نحكيو على التكهنات وعلى المقابله، ولكن قبل هذا فما لقطه طريفه اكتشفناها بعد المقابله. اسمعني، مغاربه توانسه جزيريه فما نفس المخ تقريبا يدور. الناس الكل تعرف ولاد فما تقاليد في ضربات الجزاء. الملاعب يحاتم الحارس المرمى يحط منشفه فيها ورقه الاستاتيستيك بتاع لي تير وين ابري كل جوار يشوت، يا اما دبوزه يا اما حاجه ما باز دو دوني نتاعو يمشي له كل ما باش يجي يشوت الجوار يعمل طلع حاتم يشوت 8 على اليسار زوز على اليمين ويقرا حسابه ويشوف وين باش يمشي. إبا مشجع مغربي قاعد يستنى في اللحظة هذه، كل واحد وحده. صحيح، عنا الفيديو، عدونا الفيديو أمان، عدونا الفيديو شوفوا كيفاش اللقطة صارت. الحارس المرمى متاع منتخب نيجيريا مشى شبيك رامي تقول لا نحيو عليه فوالا مشى له هز للبشكير اللي كاتب فيه هو المعلومات وحط فيه الباز دوني ورماه المشجع المغربي، وقعد حارس نيجيريا بلاش معلومات. والمشكله مش هذيك، المشكله اللي هما ما همش متاكدين اللي هو حاطط فيها الدبوزه الفئه الواحده، معناها المره الاولى كي هز وطلعت المنشفه فارغه ما فما حتى شيء. ولكن يا اخوي يقول امور حجام سواديزو معروف في المغرب غاديك الماء اللي هزوها ولا يخدم بها، هي التصوير عنده صديق لحساب يخدم بها متصور بها المنشفه تاع الوبالي الجارديان، وقال له ما دخلت في يا سيدي اللي يحب يخسر في الشركه بالمنشفه بتاع هذه اغلى شوي. انتوكا من التفاصيل اللي تصير في كل المقابلات في العالم على تاريخ تختار المشجع المغربي ان يعاود ويعاون منتخب بلاده. ربحت المغرب برينا للدور النهائي. نحكيو اليوم مغرب السنغال فرش زوج منتخبات حاتم. في الاثناء نحاولوا ما نتكلموش برشا، سندريلا قاعده تفطر باش ما نقيموهاش معناها بربي يحطوها توسكي مهاز العديوه في المباشر علو يتصلح هاي المنشفه. لا بربي لحظه ايش المنشفه بتاع الجول السعوديه امان تاكل عادي وتنفض مانيش موجودين بالحق، مانيش موجودين، عباره في بيت ظلام وحدها. تحكيو في الكوره يا اخي، ما تحكيو في الكوره اي دونك شوف لكم برج صحة وبشفاء. نرجع لك حاتم. السنغال المغرب منتخب سنغالي ريغور وتكتيك وفيزيك وملاعبية كبار موجودين، يكفي أن نقولوا فما ساديو ماني في المجموعة. منتخب هذه ثالث نهائي ثالث نهائي ورا مش في ورا بعضهم، أما في آخر 4 تورنويات، في آخر 4 تورنويات ثالث نهائي. الرقم على العهدة متاع رامي، ومنتخب تحسه ما تنجمش ماهوش سهل الاختراق. فوالا لا يسهل اختراق الخطوط نتاعو. شفنا مصر أول تسديدة في دقيقة 95، أول ركنية في دقيقة 88. معناها نحكيو على مصر صلاح، مصر عاشور، مصر مرموش.
اول ركنيه 88 واول تسديده 95 هو بين زوز منتخبات. اي اغزر هو توا معناها الحاجه اللي في السنغال عندها انتشار رار في الكره، باش ترى انتشار هكاك. ريت نحن حكينا على المغرب كيفاش وقت اللي واحد يبداو ديفيكولتي ما تعرفش عليهم خمسه يخرجوا له، هذوما يسون تالمون بيان بلاسي كو تا لامبرسيون ما يلعبوش راهو، معناها هذيك القوه نتاعهم. اي اون بلوس عندهم ريت ساديو ماني، الشوطه نتاع ساديو ماني انا معاه كما قال الناصر الجول ينجم يشدها، لكنها هي عنده ضربات ميتة. حتى ملي كان يلعب قبل في ليفربول عنده دي تير يظهر لك يمشي بشويه، الجراند كاليتي. اغزر انا الحاجه الوحيده اللي تخوف تظهر لي تخش عليها الفينال تلعبت نيجيريا والمغرب، الانتنسيتي نتاع الماتش، لا دوري دو ماتش ساعه ونص تلعب كونتر نيجيريا، معناها ساعتين تلعب كونتر نيجيريا، مش كيما ساعتين تلعب كونتر المالي ولا سنغينا. الانتنسيتي فيزيك والليبويزمون مونتال، وانت مضغوط سورتو في البرولونغاسيون، كل واحد يقدم خايف من الغلطه باش تحطم حلمة شعب كامل. معناك مونتال ما يلوم احد كان تحصل كونتر المغرب. هذا ما يخلي ضغوطات كبيره على المنتخب المغربي، ولكن للامانه زاد نوعيه الملاعبيه الموجوده في المغرب، وهي قلتها الماتش اللي فات، معناها البروده الدم، تحس ملاعبيه عندها فريجيدير في راسها، تعاطي مع الكره تحت الضغط هذاك وتحت ضغط لاعبين نيجيريا. اشرف حكيمي الرير مزراوي العيناوي مش عادي، برودة الدم، ناس قادرة تمتص الضغوطات. ابراهيم دياز يلعب في الريال، معناها كمان مستنسين باللو نيفو تريو نيفو. ان شاء الله يا ربي قادرين ملاعبية المغرب انهم يمتصوا الضغط ويكملوا الحلمة للاخر. اليوم ما زالت الحلمة، نتمنى يخرجونا من بعد السبيتش نتاع وليد الرقراقي في الفستير، كيف باش يحكي لهم على حلمة ملايين مغاربة، كيف باش يحكي لهم على الخطوة الأخيرة، كيف باش يحكي لهم، باش يقول لهم متصور، باش يقول لهم العبوا على خاطري انا ونتروتر زاده حاجتي به اللقب هذايا، كان باش نحب نخرج بتيتر. برشا كلام ينجم يموتيفي اللاعبين المغاربه. شفت البارح زاد دموع حكيمي بعد الانتصار، وكانه ماهوش يلعب على البالون دور، وكانه ماهوش هازت الشامبيونز ليج وكل شيء. حاجه اكسبسيونيل. نتمنى ان شاء الله يا ربي نشوفوا ماتش كبير ونشوفوا المغرب تتوج. انت قلت انتنسيتي فيزيك وكل، احنا رانا مرينا بنفس الحاجه في 2004، معناها تا لامبرسيون اللي يعطينا قلبنا ورورينا في السنغال ماتش كبير كان، وبعده نيجيريا. معناها السنغال ماتش الذباب الناس كل تتصوروا، وفيزيكمون كانوا غله السنغال وتعدينا والحمد لله. ومن بعد نيجيريا 120 دقيقه وضربات جزاء وضغط وتكنيك وفيزيك، حاجه تقتل. خفنا ما كان رولاشمون، ما صارش الرولاشمون وهزينا الكوب امام المغرب، فلعل المغرب اليوم تعاود نفس الباركور. ونقطه مهمه، زوز منتخبات اللي وصلت للنهائي من الاخر باش يوريك اللي الكوره راهي خدمه وكونتينيتي. بابتيا ومدرب المنتخب كيف كان المدرب نتاع السنغال بي قبل ما يكون اليو سيسي، معناها الكونتينيتي نتاع الفريق ماني صحيح من النجوم اللي موجودين من قبل من 2019 و 2021، ولكن الملاعبيه اللي طلعوا المنتخب السنغال واللي هما عطاو دم جديد، خاطر الملاعبيه ذي قاعده تكبر وكذا، كبروا مع بابتياو اللي هو في وسط المنظومه نتاع المنتخب السنغالي، عارفين الملاعبيه وين باش تمشي وين تقدم، شنية تنجم تعطي اكثر للمنظومه ككل. معناها لي دو بروجي نتاع الافريق هما السنغال والمغرب. المغرب اكثر بهرج بيان سور خاطر تيرانات وكذا وهذو العالميه بالضبط ورابع عالم، ولكن البروجي نتاع السنغال زاده حاجه مهمه برشا، ولازم زاده ندرسوها وندرسوا شنو قاعدين يعملوا الفرق هذوما باش يوصلوا لهنا. صديقنا مستمع وفي حكينا عليه قبيله محمد الهماسي يتفاعل يقول لكم ميرسي بوكو، شكرا راف، شكرا الاولاد، امين يا رب، ان شاء الله تفرحوا يا ربي وربي لا الاولاد الكل ما بعد البنات ساكتين تو، ان شاء الله ربي يفرح اخواتنا المغاربه وحس سعيد في الفينال ان شاء الله كونتر السنغال. تردوا تابل فيسا نختموا به دريش كان الاخير قبل ما نرجع نهار الاثنين ونحكيوا على المتوج. حاتم تكهناتك القلبيه ولا تكهناتك الرياضيه كيما تحب؟ يلا. والله اصعب ماتش كان فيها ما نقول 1-0 المغرب، 1-0 للمغرب. نقيب بعد نجيكم ايمن لوتون اللي تكمل صحفه الدراع. نقيب 1-0 المغرب، 1-0 للمغرب، 3-0 السنغال. مختلف. تشوف السنغال، تشوف تتمناها بالها؟ مش نتمناها، تكهن رياضي. تكهن رياضي، ما نتمناش انا والله ليه حظ سعيد. انا شو رفيق حظ سعيد للمغرب بالحق واخواتنا وكل، اما انا نحكي لك تكهن 3-0 باش يولي تراد في المغرب الليله كنت الفيديو ليله 2-0 للمغرب.
اي انا بدي نصور كي تونس بالضبط بلادات ان شاء الله بقدره ربي 2 بلاش للمغرب ان شاء الله يا ربي عندهم 2 بونو. بلاش ان شاء الله يا بونو ربي غير 2 عادي. بلاش شو اسمه ربي تاع عادي. السنغال لا ابار غير عادي قدهوش امبل أي. فوالا تو ترى ماني امبل على الاخر وحتى في الكونفيرونس دو بريس يضحكوا وعنده كلمة على واحد فكرة، بالانجلي. بينالتي الاخرى اللي نحاها كي ماركا صاحبه من بعد 5 ثواني فيق اللي هي الاخرى معناها عمل هكا وقعد وبعد كي الناس كل شيء يقلبوا فات باش تفهم الكونسنتراسيون فين عنده تيرور مركز معاه من الحاجات المميزه في بونو اللي يبدا موجود حاضر نهار اللي حاجتك بيه سانك خويا هذاك الواحد نتاع لو جرون جارديان هذاك اش معناها عندك كان جرون جارديان كيف لا لازم في ديفيرونس. الماتشات الكبيره تلقاه لا اون بليس في الكونفيرونس در شكون زاد ما يعرفوه عندهم تعب شويه في الانجليزي سالوا سؤال بالانجليزي وشدوا قداش سمباتيك خاطر يدخل في القلب حتى كي تبدا تلعب كونترو معناها. يلا سلموا على الناس الكل اللي تسمع فينا اصدقائنا المغاربه هنات وما كمل رشا ابو فريوه هكا استديو ماني مواليد 10 ابريل برج الحمل شجاع وجريء. شنو البرج؟ برج في الحمل الاخبار ماني شجاع وجريء اي باهي شجاع وجريء ما يخافش يغامر قيادي بالفطره صريح طموح ونشيط عاطفي دونك نزلوا له شويه احنا بالمغرب كوب دافريك ولازمنا كلموا له مرته تقص معاه باهي تكهناتي 2-1 للمغرب 2-1 للمروك 2-1 للمغرب لاخواتنا واشقائنا ان شاء الله يا ربي انت يا ربي معاك ان شاء الله تكون تراند في المغرب غادي يا ربي وتجيك خدمه وتطلب فيزا للمغرب ان شاء الله يا رب حس سعيد للمغرب وان شاء الله الفرحه وان شاء الله تتويج لاخواتنا في المغرب حس سعيد لاسود الاطلس كان هذا دريج كان باي اريد اللي بل المريول واللي في الجازون يسول ويجول اللي بالكورة مهبول واللي ديما عنده ما يقول تعديله اللي مركة واللي يستنى في الكورة تتمركة أريدو مع الجرحين حتى للدقيقة 90 أريدو طور عالمك. يلا سيدي نكملوا بالاخبار بعد شويه. قبل هذا صديقنا اسامه ناجي يقول لي الراف بربي اليوم. هذه تصريحات مدرب المغرب في الندوة الصحفية الأخيرة قبل لقاء منتخبهم مع منتخب نيجيريا في نصف النهائي البطولة الإفريقية التي ستقام اليوم على الساعة 9 بتوقيت الجزائر والمغرب، وأيضا ستقام المباراة الأولى في نصف النهائي الأول بين مصر والسنغال في الساعة 6. تصريحات كانت يعني غريبة جدا من المدرب المغربي، حيث ذكر فيها أن فريقه المنتخب المغربي هو أكثر فريق تعرض للظلم في البطولة، وذكر أمثلة يعني مثل ضربة جزاء تنزانيا والكثير من المرات الأخرى الذي قال أنه فيه تعرض إلى الظلم. البطولة يعني تعرف يعني هذه البطولة يعني شهدت يعني مشاهدات كبيرة جدا، والجميع يعلم أنه أجمعوا على بأن المنتخب الجزائري هو أكثر منتخب تعرض للظلم في هذه البطولة، بالإضافة أيضا المنتخبات الأخرى التي تعرضت للظلم، والكثير من الإعلاميين واللاعبين السابقين أجمعوا بأن البطولة كانت فيها كولسة كبيرة جدا من أجل بطل معلوم مسبقا يعني من دون حتى أن تبدأ البطولة، لكنه في بطل هو الذي يمهد له الطريق لحمل اللقب، وطبعا أنه يكون صاحب الأرض والجماهير الذي عاد إلى نصف النهائي بعد سنوات عديدة جدا لم يصل إلى هذا الدور، وبعد 50 سنة لم يحققه يعني إلى الآن يعني يصل إلى 50 سنة لم يحقق البطولة. تصريحات منتخب أو مدرب منتخب نيجيريا أيضا كانت غريبة جدا، حيث أنه ذكر الطريقة التي سيلعب بها أمام المغرب، يعني انكشف خطتهم. الشيء الغريب جدا لأنه هذا المدرب يعني ليس من العادة أن يذكر تفاصيل خطته التي سيلعب بها، وقال أنه سيترك الكرة للمغرب وسيدافع، بالرغم من أن مدرب نيجيريا أو منتخب نيجيريا معروف بالقوة الهجومية أكثر من القوة أو من الدفاع. دفاع يعني هش جدا يمكنك ضرب دفاعه بسهولة، لكن هجوميا معروفين جدا. عندهم أوسيمين، عندهم أيضا لوكمان، هم يعني من أفضل الهجوم حاليا أو أفضل هجوم في البطولة حاليا، ووصل إلى 14 هدف يعني قصة فقط هدفين لتحطيم الرقم القياسي لأكثر منتخب سجل في بطولة واحدة. وسنشوف يعني هل يمكنهم تحقيق هذه البطولة، ما زالت لهم مباراتين اللي هي نصف النهائي والنهائي أو نصف النهائي وتحديد المركز الثالث، وراح نشوف بعدها.